مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. غادي نشوفوا الآن ردة الفعل ديال الخبير الجزائري في كرة القدم بطبيعة الحال، اللاعب الدولي السابق بن الشيخ، اللي عنده واحد المصداقية. وأنا من الناس المعجبين بهذا السيد هذا، لأنه عنده يعني منطقي في التحليل ديالو وفي الانتقادات ديالو الكروية. واحد الإنسان منطقي مع راسو، يعني كينتقد اي حاجه بدون عاطفه. غنشوفوا ردة الفعل ديالو وردة الفعل ديال الاعلام الجزائري من بعد اقصاء او الخروج المبكر ديال الفريق الوطني الجزائري من دورة الكان 2024 امام المنتخب الموريتاني اللي حقق مفاجأة الكان هذه السنة. فنتابعوا جميع هذه المداخلات اللي دارت في استوديو بالجزائر، وشكرا. مازال خير لقدام ان شاء الله. انا فهموني، هم دو فوتبالور هنا ودو جورناليست، انا فهموني حاجه، انا ما نعرفش فوتبال، ما نعرفش بصح قاعد نتبع نشوف، قلت واقيلا نتعلم. ادموا الناس كان هو لو بلي دونجور بروميير ميطون، هو لو ميور اللي كان في لاطاك يكري لو جو يدير دونجي. كيف دوزيام ميطون يروح يلعب في الوسط باش يدخل البحر؟ انا هذه اللي ما فهمتش، ومن بعد يخرج. انا هنا فهموني كيفاش تخمم تاع هذا الفوتبول هذا، فهموني فيه. انا هنا نحب تحبس كرة القدم، كرة القدم هنا تحبس. كي ادموا الناس البلي دونجور يخرج ويدخل قبل الوسط باش يروح يدير في الوسط وين كاين الغاشي لونكومبرومون وكذا. وكان دونجيرو ادروات، كان او دونجيرو هنا، لا هذيك بلاصه ريزيرفي. كيف هذا يخرج؟ كيفاه؟ انا هنا دوكا تفهموا الفوتبول، باش ما يقولوش اليوم نجيو يفونجيو، ما جيناش نفونجيو والو، نهضروا حقائق. حنايا انا والله العظيم ما نتكلم على هذا الستاف مليح ماشي مليح، ما نتكلمش عليه، نتكلم على المسؤول اللي قاردا ستاف 2021 كونت اون ايتي اليميني كوب دافريكي كوب دي موند. انا كنت نقول لازم لا ديميسيون تتنحط، صح، ما حد ما هدر. كنت نقول لا ما تتنحطش، وهذه ماذا بك توريها بالشعب يشهد عليها. لا فيديراسيون اللي ما كانتش، باسكو ما كانتش فيديراسيون، يمشيو سور بليزورد. قلت هما يوبليجيو لا ديميسيون تاع ستاف، خلاص يا ايشاك دو زيشاك دو غرونديوس. هذه كرة القدم، ما نقولوش خدموا ما خدموش الله يسهل، مي دو زيشاك يروحوا. لا ناس قاردات ستاف اليوم هما يتحملوا المسؤوليه. ماذا بينا تخرج في لي ريزو شكون هاد الناس هادوما، باسكو لحقونا 5 سنين تاع كارثه، 5 سنين on a perdu 5 ans. La Mauritanie, avec tout le respect que j'ai pour la Mauritanie, نعرفوا لا موريتاني ماهيش بلاد تاع كرة القدم، عندها 1000 حاجة مليحة، ما عندهاش تاع كرة القدم مع الجزائر، ما كاش تاريخ في كرة. بريمير فيكتوار اليوم، عندنا دي جوار، عندنا لاعبين، ولكن تايا كيف اليوم لو تروازيام ماتش لو بلو هنا ونحبس باسكو نديكلونشي ما نحبش. هنا اليوم لو تروازيام ماتش يدخلوا 4 جوار جدد، 5 سما فيك بون 5 خمسه. كيف يدخلوا 5؟ بريمي ماتش سما نديروا ايكيب، ومن بعد السنه وقيلا نبوشيو منها، ومن بعد لا دوزيام السنه نزيدوا نحيو منها. ما تروحش هيا بركاونا. لا ريسبونسابيليتي ال ريفيا على لا بيرسون اللي ديسيداو. مانيش عارف شكون هذا المسؤول هذايا اللي ديسيدا، تقعد هكذايا اليوم هو يتحمل المسؤوليه. نقول لك عرفت مزور فريق بدون روح صراحة، حتى ونقدروا نتكلموا الحكم ما حرم الجزائر من ضربة جزاء شرعية، ولكن انت لعبت مع موريتانيا ولم تخلق العديد من الفرص. بالعكس موريتانيا ضربت الكرة في العارضة، موريتانيا خرجت فاصة 3 ريبريز. يعني كاين انيشاك توتال. من يتحمل المسؤولية؟ هل اليوم يكفي فقط أن يأتي المدرب يقدم استقالته ويطلب اعتذار من الشعب الجزائري؟ أعتقد أنه لازم تكون محاسبة، لأن الدولة وضعت كل الإمكانيات. لا تسمح لي تفضل. لا تسمح لي قبل ما ياخذ عرفات. لا يا ليميناسيون صح، بصح الستاف يزيد يقعد، لازم يزيد يقعد مو 5 واحد أخرى، زيد يقعد 5 واحد أخرى. والله لا نهضر سيريوزمون، لازم يزيدوا يقعدوا، ولا تمسخير في الجزائر.
عرفت يعني حتى اللي كان يتكلم على الامور السلبيه وصلت انه الناخب الوطني كان يقول ربي يهديهم ولا يهديهم، يعني تمنى الموت للبعض من رجال الاعلام، وهذه حقيقه. احنا منذ بدايه هذه الدوره وقبل الدوره قلنا سنقف خلف المنتخب الوطني، وحاولنا ان لا نكشف بعض الامور داخل البيت المنتخب، لانه داخل بيت المنتخب نعلم بمعلومات انه الناخب الوطني خلق ضغط سلبي على اللاعبين تاع المنتخب الوطني كلهم كانوا يعانيوا من الضغط تاع الناخب الوطني في فطور الصباح، في الغداء، في العشاء، يجي اسمع اكو بهدلتوني بريمي ماتش كنتو اكوتي، نو لازم دوزيام ماتش تربحوا، دبروا راسكم، انا خيرتكم وكي خيرتكم لازم تحمروا لي وجهي، لازم هذا ضغط سلبي. اللاعبين كرهوا، كاين البعض كان يقول لو نقصى لانه المدرب راه يوضعنا في يحملنا ما لا طاقه لنا به. على كل حال النقاش مفتوح، نقاش مفتوح. عرفت هو رضوان دوك انايا تقول ضغط كما قلت سلبي سببي، ولكن اللاعبين هذو تقدر تقول رضوان يلعبوا كاع في المستوى عالي، ما يقدرش عليهم الضغط رضوان. بصح السؤال يبقى مطروح دوك، باش نبدا لك برضوان؟ باش نبدا منين تحب؟ ما حبيتش نبدا لك باللاعبين اللي ما عندهمش مسكين، اللي ما عندهمش مستوى، نبدا لك باللاعبين اللي ما جابهمش اللي كانوا يكونوا اليوم في الدوره هذه، نبدا لك باللاعبين اللي ما عندهمش الروح القتاليه، نبدا لك باللاعبين اللي جاو غير بلون تاعهم، نبدا لك بالتكتيك بالتكنيك، نبدا لك بالكومبورتمون، نبدا لك في ستاف تكنيك اللي ايلاجي ما عندهم حتى دور. صح. دوك مدرب الحراس، سامحني بك نفتح قوس، مدرب الحراس سيد عزيز بوراس لا يعمل منذ سنوات ويتلقى الراتب تاعو لانه عنده ليرني ديسكار ما يقدرش يقذف الكره. جابوا مدرب يدرب اللي هو مسعي يدرب الحراس وهو يخلص وما يخدمش. هذه الامور لازم الشعب يعرفهم ايضا. النقطه لا ما يعرفوهمش رضوان، الشعب ما يعرفش بزاف امور، مش غير الامر هذا، باسكو هذاك بوراس ما عرفته ني اونترينور دي غارديان ولا ادجوان ولا كونسيي ولا ما عرفتش واش يخدم هذاك بوراس، ولا يجيب الهضره واش يتكلم. بصح المسؤول الاول هو جمال بالماضي. صح. دوك كي كونفيونس دو بريس مع لي جورناليست تاعو واش تقول، واش تريبوندي الدوله الجزائريه اللي دارت فيك الثقه وعطاتك كاع الامكانيات حقيقه رضوان نتكلموها. انا كما قال لك علي انا ما نلومش هاد الناس، نلوم اللي جدد الثقه. ايشاك توتال اللي درناه 2022 الدوره اللي فاتت هذه درنا دو ايشاك، كوب دي موند كوب دافريك. صح. معليش قال بالك نجدوا فيه الثقه مي من 2022 حتى ليومنا هذا منتخبنا الوطني ما بروغريساش رضوان، هذا هو المشكل، ما شفناش قدامنا يزيد. حتى لما نفوزوا بدون اقناع. صح. كيفاش رضوان؟ نفوزوا بدون اقناع. بدون اقناع، لعبنا مع السنغال، لعبنا الديرير كاع، ربحنا 1-0 قلنا سيبو. هذيك الغلطه تاع وين رضوان؟ كي قعدنا نفوزوا وقال لك 35 بدون انهزام، هذيك هي الغلطه رضوان، هذيك اكبر خطا. حسبنا وحنا وصلنا، ولكن في الصح اليوم كوب دافريك سي الناس دروك ماشي دروك غادي تولي اضعف فريق في الدوره اللي فاتت. دلينا المرتبه الرابعه. نقول لك سي با نورمال رضوان، سي با نورمال الاخر جروب ضعيف صح. فوج ضعيف رضوان، تشوف لي زيكيب كاع راحوا لفوق. نقول اليوم ربحت بوركينا فاسو 2-0. اي فهم دروك انت كي قالوا لنا كالكيلاتوريس، واش من كالكيلاتوريس رضوان؟ احنا مدينا امل الجمهور الجزائري. صح. احنا كنا عارفين واش كاين. صح. مي بصح هما هما يحكموا دروك كلشي بان. داب الثلج وبانت الحقيقه. يعطيك الصحه لك عرفت. صحة. امين، ما الذي حدث اليوم صراحه في مباراه مثل هذه؟ اعتقد انه حتى اللاعبين حملوهم المسؤوليه. لعبت امام منتخب ماهوش منتخب القوي، كنت قلتها لو خسرنا هذا اللقاء امام موريتانيا نغلقوا الريدو، لانه ماهوش من الطبيعي انك تخسر امام منتخب موريتاني يفوز لاول مره في تاريخه بمباراه في كاس افريقيا ويزيد يتاهل ب3 نقاط. هذه الامور كانت سهله، 3 نقاط تاهلنا كما تاهل المنتخب المصري مثلا. وش رايك في اللي حدث اليوم؟ هل عندك تفسير على الاقل؟ انا والله راني نتكلم معك وفي بعض الاحيان سمحوا لي المشاهدين رانا على المباشر، في بعض الاحيان نقرص في روحي، يعني نقول ممكن ما كانش منها انه موريتانيا فازت علينا ب1-0 صراحه. شوف رضوان، اولا خبيش عليك انا راني تحت صدمه باسكو جو سوي سور لو شوك، باسكو اليوم مسرى سي كارثه في كره القدم الجزائريه. سي فري نقول لك كارثه، تقول لي بالك راك ضخمتها بزاف ولا،
مي سي فري نعرفوا بلي البالون فيه دي سيربريز، فيه ما على باليش انايا، فيه امورات بزاف يصيروا في كره القدم، وسيرتو في هذه الدوره هذه شفنا دي سيربريز بزاف، شفنا دي ناسيون دي بتي ناسيون نقول لك داروا مفاجآت. رضوان اليوم نذكر فقط المشاهدين الكرام اللي يشاهدوا فينا على المباشر أنه اللاعب الوحيد الذي خرج لتحية الجمهور ولطالب بالمعذرة من الجمهور هو عيسى مندي. كل اللاعبين خرجوا إلى غرف تغيير الملابس دون تحية الجمهور، وهذا طبعا لأنه عيسى مندي تلقى وابل من الشتم ومن الرمي رشقة بقارورات المياه، وصفق الجمهور الجزائري مطولا على المنتخب الموريتاني بعد نتيجته. تفضل سامحني على المقاطعة. معليش رضوان،